يا مساء الخير والسعادة والهنا والسرور وكل حاجة حلوة على عيونكم. أحلى متابعين، أحلى ناس في الدنيا، أحلى أخوات. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وأشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال، وربنا كده يعود عليكم الأيام بخير، وكل سنة وانتم طيبين. عاملين إيه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. طبعا بقى النهاردة جاية لكم في فيديو كده بسيط حلو جميل، موفر بقى، وحاجات بقى نعمل شوية توفير بقى وتدابير وحاجات من دي. فجايبه لكم بقى شوية مخلل حلوين كده، زي ما انتم شايفين بقى كده، مخلل الليفت في البيت بأقل التكاليف، وحاجة كده بيتي، حاجة جميلة هتعجبك وسهلة جدا وبسيطة جدا، وهتقعد معاكي فترة طويلة قوي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. واول حاجة كده نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما انتم شايفين بقى، طبعا شفتوني قبل كده لما رحت الغيط وجبت ليفت. انا طبعا كنت جايبه ما شاء الله كميه كبيره. كميه بقى اللي انا كنت جايباها في حبه منهم عملتهم مخلل على طول، يعني قطعتهم قطع صغيره كده وخليت برطمان صغنن كده على قد الاكل على طول، عشان انتوا عارفين طبعا الليفت اصلا ما بياخدش وقت في التخليل، يعني احنا بنخلله النهارده وتاني يوم ناكله على طول. طبعا احنا عايزين بقى في الفتره دي ان احنا نستغل الموسم بتاع الليفت، ونحاول ان احنا نعين شويه كده يعني يقعدوا معانا فتره اطول يعني. زي ما انتم شايفين بقى، جبت شويه الليفت دول خليتهم على جنب، وقلت بقى نعمل مع بعض كده شويه مخلل حلوين، نركنهم حبه كبار يقضونا يعني فتره كده، عشان طبعا احنا الليفت اليومين دول بقى يعتبر ببلاش وكتير، وحتى لو اشتريتيها تشتريه برضو بسعر بسيط. انا بقى جبت الليفت زي ما انتم شفتوه كده، وسبته زي ما هو، يا دوب بس شلت الورق الاخضر اللي فيه والعنوش اللي هي الخضره دي، وسبت بقى بقيته زي ما انتم شايفينه كده، بالشناب بتاعته بكل حاجه. شفت بقى العرف بتاعه ده، انا سايباه زي ما هو، يعني مش هجرحه خالص، عشان انا مش عايزه الميه توصل جواه ويتخلل بسرعه. انا عايزاه يفضل معايا فتره اطول، وعايزين نعمله زي بتاع المطاعم، زي ما هما بيعملوه كده وطبعا بتاع المطاعم بيبقى ليفت احجامه كبيره عن كده خالص، فبيعيش معاهم وقت اطول، وبيخلوه برضو سليم زي ما انتم شايفينه. بيخللوه في البراميل الكبيره. احنا بقى طبعا عندنا اي حاجه بقى هتخليلي فيها، سواء برطمان او جردل، اي حاجه متوفره عندك. انا جبت بقى الليفت بتاعي وغسلته غسله تمام كده تحت الحنفيه، واتاكدت ان هو ما فيهوش اي حاجه ولا طينه ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين بقى كده، لونه احمر كده وبنجر جميل، مش عايز يعني بنجر ولا اي حاجه. ما شاء الله، زي ما انتم شايفين بقى كده، ليفت فلاحي جميل هيقضينا برضو فتره. فانا حبيت اشارك معاكم الفيديو البسيط ده، بحيث ان في ناس بتبقى ساعات عايزه توفر شويه في الليفت، يعني تخلي مثلا الليفت يقعد معاها فتره اطول. فانا حبيت اشارك معاكم الفيديو البسيط الحلو ده، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين انا غسلت الليفت كويس جدا، تحت الميه مره واتنين وتلاته لحد ما تحس ان هو نضف خلاص. معايا بقى الجردل بتاعي انا مجهزاه هو على جنب. زي ما انتم شايفين بقى كده، الحجم بتاعه ما شاء الله كبير، لان كميه الليفت برضو اللي معايا كبيره. بعد ما غسلت الليفت غسلة كويسة، هبدأ بقى انزل بقى في البرطمان اللي انتوا شايفينه بقى في الجردل ده بالليفت بتاعي. هنزل بقى بالكمية كلها على قد ما ياخد بقى الجردل اللي معايا ده، على قد ما ياخد. يعني ما شاء الله، حتى لونه كده حلو قوي. ما فيش احسن من الحاجة كده الفلاحي الطبيعية اللي احنا جايبينها من الارض بتاعتنا من وسط البرسيم كده. الليفت ده بيبقى طعمه جميل جدا. اي حاجة كده مزروعة في الغيط بيبقى ليها طعم تاني بصراحة خالص يعني. فاحنا بقى هنستغل الفرصة ديك، ونستغل ان في شوية لفت عندنا، فاحنا هنخلي بقى شوية لفت حلوين كده يستاهلوا بقكم العسل الجميل ده. ونشوف مع بعض عملنا تخليل اللفت بطريقة بسيطة وسهلة، ومكوناته يعتبر موجودة وبسيطة خالص، مش هتكلفنا اي حاجة، وفي نفس الوقت هتوفر عليك ان انت تشتري مخلل بمبلغ وقدره، وما تعرفش المخلل ده اصلا متخلل ازاي، او مين اللي عامله، او حد نضيف ولا مش نضيف. فاحنا هنعمل حاجتنا في البيت بتكاليف بسيطة. زي ما انتم شايفين بقى كده، خلصت كل الكمية اهو. بحط في الجردل لحد ما خلاص كده احس ان الجردل اتملى، بحيث ان انا هسيب برضو شوية كده مساحة كده ان انا احط بقى المية بتاعتي براحتي والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين بالظبط، انا شايله العنوش اللي هي الخضرة دي، اللي هي العروق دي الخضرة اللي احنا بنخليلها برضو معاه، بس انا طبعا مش هخلي معاه عروق، عشان انا عايزة الروز بس اللي تبقى موجودة معايا، عشان العروق ما بتاخدش وقت في التخليل. ومعايا شوية دول اللي زادوا بقى عن البرطمان اللي انا حطيت فيه ده، دول اللي فاضوا
عن الكمية بتاعت الجردل دي. انا هكتفي بالشويه دول بس، علشان ايه لسه هحط بقى طبعا الميه، واحط بقى ايه الشطه والملح والكلام ده كله، فمش عايزاه يبقى اكتر من كده عشان اعرف اقفل الجردل براحتي. هبدأ بقى اجهز الحاجه اللي انا هحطها على المخلل بتاعي. معايا طبعا هريسه شطه، انا عندي هريسه الشطه طبعا زي ما انتوا عارفين انا مبقطعهاش من عندي خالص، ببقى حاطاه دايما في الفريزر، بتنفعني في اي حاجه. والبنجر كمثل، البنجر بخليه برضو ببقى مفرزاه، بيبقى موجود عندي. ومعايا هنا شطه حمرا زي ما انتوا شايفين كده ناشفه، مع هريسه الشطه دي مع الملح. انا مش هحط خل برضو، لان انا عايزاه بقى ايه يستوي براحته، مش عايزاه ان هو يستوي بسرعه. هنزل عليه بقى بشويه هريسه شطه حلوين كده، لانه انتوا عارفين طبعا هريسه الشطه دي مهمه جدا في موضوع التخليل. يعني اي حاجه بتخلليها بتبقى حابه ان انت تحطي عليها يعني معلقتين هريسه كده، بيدوها طعم ولون وحاجه كده جميله. ونزلت بقى بشويه بنجر برضو من اللي انا مفرزاه، هو مش محتاج عامه بنجر، بس انا قلت احط برضو شويه ايه احتياطي. وهنزل بقى بالملح. طبعا احنا هنحب ان احنا نحدقه شويه، عشان احنا عايزين ايه ان هو يعيش معانا فتره اطول، فلازم يبقى حادق شويه، لان الميه بتاعته لو ناقصه في الحوض المخلل بتاعك بيتهري، ما بيقعدش فتره طويله. وحاجه كمان ان احنا طبعا حاطينه سليم، فلما يكون الملح اكتر شويه، الملح يعرف ان هو ايه يدخل لجوه ايه اللفتايه نفسها، يعني الملح يعرف ان هو يدخل جوه اللفت نفسه، مش عايزين ان هو يبقى ناقص في الملح. طبعا بقى نزلت بعد كده بالميه. انا على فكره حطيت معلقتين سكر كبار عليهم، بس نسيت اصور السكر وانا بحطه. وهنزل بقى بكميه الميه لحد ما اغطي الليفت بتاعي خالص. لحد ما احس بقى ان انا خلاص الكميه كده ايه وصلت للاخر، والليفت اتغطى كله زي ما انتوا شايفين كده. يا دوب هغطي بس بالغطا، الليفت ده هينزل لتحت شويه، يعني زي ما انتوا شايفين مجرد ان انت تضغط كده ايه هينزل معاك ايه مع الغطا، بحيث ان هو كله يبقى واصله الميه. والحبه الشويه اللي فاضلين بقى دول حطيتهم في جردل تاني صغير برضه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده خلصت كميه الليفت معايا كلها. وطبعا هقفل عليها كويس بحيث ان ما يوصلهاش اي هوا ولا اي حاجه خالص، بحيث انه يعيش معايا فتره اطول. وبصوا بقى ده شكله بعد ما قعد معايا فتره طويله، ما شاء الله حلو جدا. ولونه زي ما انتوا شايفين يعني كله كده لونه بامبا كده جميل، مش محتاج اي حاجه تانية خالص. والحبايه بتاعته برضو معقوله، وفي نفس الوقت لا مهريه ولا فيها اي حاجه. انا طلعت طبعا منه عشان برضه اوريكم هو مثلا شكله ازاي وعامل ايه بعد ما تخلل. معايا طبعا القطاع بتاع المخلل، حبيت اشارك معاكم برضو وانا بقطعه كده، بحيث ان انتوا تبقوا شايفين الشكل النهائي، وتتشجعوا برضو وتعملوا شويه مخلل حلوين كده في البيت، ويوفروا عليك ان انت تشتري برضو مخلل من بره. حاجه انت عاملاها في البيت وحاجه ضمناها، بتبقى حلوه جدا بصراحه. ده بقى شكله بعد ما اتقطع. بصوا بقى يعني زي بتاع المحلات بالظبط واحسن. يفرق بس ان انت عاملاه بايدك وعاملاه في بيتك وعامله حاجه نظيفه، وحاجه تاكليها كده بنفس، وفي نفس الوقت حاجه موجوده عندك، مش هتخسري اي حاجه وباقل تكلفه. يلا بقى قومي تشجعي كده في موسم الليفت الموجود دلوقتي، وهاتلك شويه ليفت حلوين واعمليهم كده يقعدوا معاكي حبه كبار. وبألف هنا وشفا ليكم، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. وما تنسوش اللايك يا حلوين، والاشتراك في